السند اللي بيكون ليك في الدنيا بعد ربنا سبحانه وتعالى هو الشخص اللي بتجري عليه أول واحد تقول له الحقني أنا في مصيبة، هو اللي بتجري عليه تقول له أنا محتاج فلوس، هو المكان الآمن بالنسبة لك، هو المكان اللي بيطمنك دايما، هو تقول له أنا مخنوق وعايز أعيط أو قلقان طمني، هو الشخص اللي أنت بتستأمنه على كل أسرارك، واللي ما بتخافش أبدا لما بتحكي له على أي حاجة تعباك، وحتى لما بيجي ينصحك نصيحة بيخاف جدا على مشاعرك وما بيحاولش يجرحك، ولما يقولك على أي حاجة بيقولها بشكل لطيف جدا عشان ما يوجعكش بيها. هو أكتر حد بيخاف عليك، أكتر حد بيتمنى لك الخير. الشخص ده هو سندك في الدنيا، هو أمانك، هو المكان الدافي بالنسبة لك. ممكن يكون أب، ممكن يكون أخ، ممكن يكون صديق أو أخت أو صديقة أو حبيب أو حبيبة. فالشخص ده لو موجود في حياتك حافظ عليه، لأنك بجد لو خسرته مش هتعرف تعوضه تاني. الناس الحلوة لما بتختفي من حياتنا أو لما بنفقد